الشافي إذا شعبها أراد الحياة، وقال حشاد أحبك يا شعب، وقلت ألم ناكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها، ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها. السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم عمر، رجعنا لكم في حلقة جديدة. اليوم باش نحكيو شوية على أخبار المنتخب وطبيعة التحضيرات القادمة لمباراة نيجيريا المرتقبة. مباراة تكون قوية برشا، ونبداو بالخبر الأولاني. نادي فرانكفورت كان أشاد باللاعب نتاعو الياس السخيري، وكان يكتب ركلة ركنية رأسية مثالية، مساعدة صغيرة من المنشور. إلياس السخيري يفتتح الأهداف لتونس في كأس أفريقيا. وكذلك كثير من الصحافة الأجنبية أشادت باللاعب إلياس العاشوري. وإليكم بعض أرقامه البارحة في ماتش أوغندا. إلياس العاشوري من 40 تمريرة 32 تمريرة كانت ناجحة، تقريبا 60-70% تمريرات ناجحة. التسديدات كانوا 2 تسديدتين على المرمى كانوا ناجحين الاثنين، يعني نجاعة 100%. الحوار الثنائي كانوا 16 نجاح، 9 منهم تقريبا 70%. 3 مراوغات من أصل 4، والتوزيعات كانوا 2. أرقام جيدة وجيدة جدا من إلياس العاشوري، ولا عودة كانت عودة قوية جدا. أثبت روحه في المنتخب، وإن شاء الله يورينا. وكان رجل مباراة البارحة، وكان صاحب أعلى تقييم 9.4، تقريبا أعلى تقييم مش في المباراة وحدها، بل أعلى تقييم في البطولة كاملة إلى حد الآن. يعني مازالت المباريات إلى حد الآن. العاشوري صاحب أعلى تقييم في كأس إفريقيا، والهداف في كأس إفريقيا إلى حد الآن. مازلنا نستناو منه برشا أهداف باش يكون الهداف تاع البطولة هذه إن شاء الله. ونتعدى للخبر اللي بعد. وإليكم بعض أرقام علي العبدي في آخر 3 مباريات. كان منهم 2 أسيست وهدف. الحق من ظهير، خلينا نقول ظهير دفاعي هو الأكثر راهو فيه هجومي، لكن من ظهير ترى الأرقام هذه ما شاء الله عليه، يعدي في مستوى عالمي. مانيش مبالغ في كلمة عالمي. العابدي في نيفو آخر جملة. يعطيه الصحة، وإن شاء الله نراوه يعطي فيه أكثر أسيست، ونراوه متألق أكثر إن شاء الله. ونتعداو لتقييم لاعبي المنتخب في مباراة أوغندا. أيمن دحمان كان 6.6، تنقيط متوسط خليني نقول، لأنه دحمان متعرضش لبرشا ضغوطات من مهاجمين المنافس. كانت هجمة واحدة وتسجلت عليه بالطبيعة باش يكون تنقيط نتاعو خليني نقول متوسط أو أقل شوية من المتوسط. منتصر الطالبي نفس الشيء، هو دفاعي، ما تعرضش لضغط من المهاجمين بتاع أوغندا، يعني تنقيط 6.6 كان منصف. ديلان برون 7.2 تنقيط جيد وجيد جدا. نتصور اختار التنقيط هذا خاطر شفنا ديلان برون في محاولات هجومية، شفناه في كرة بالراس كانت تكون هدف، شفناه في بعض المحاولات. ممكن هذا السبب اللي خلاه ياخذ تنقيط جيد على ما أظن. ويام فاليري 6.7. حق يام فاليري بدا الماتش برشا روح قتالية، وعد الشوط أول ممتاز جدا، لكن شفنا بعض التراجع في الشوط الثاني. ممكن هذا اللي خلى التقييم أقل شوية من توقعاتنا، لكن يام فاليري 6.7 تقييم أكثر من المتوسط بقليل، جيد وجيد جدا. وعلي العابدي 7.3. ديجا كنا نحكيو علي العابدي متألق ومتألق جدا، زاد كان صاحب أسيست، وكان لاعب ممتاز في المباراة، رغم أنه العابدي عودنا أنه يكون في مستوى أكثر من مستوى. وإلياس السخيري تنقيط 7.8، تنقيط منطقي جدا، كان صاحب الهدف الأول، وشفناه في المستوى وعد ماتش مزيان. فرجاني ساسي 6.6، تقييم منطقي. نتصور فرجاني ما كانش
في مستوى جيد جدا، خلينا نقول مستوى متوسط. وحنا باع المجبري تنقيط 7.2، الحق يستحق أكثر برشا. حنا باع البارح كان دينامو الفريق، كان مهاجم، مدافع، جناح، تحب انتي. حنا باع البارح أنا الحق ما عرفتش وين البوست نتاعو بالضبط، ما عرفتش اسكن مهاجم ولا مدافع. الحقيقة لعب في البوست الكل، يتحرك بالجهات الكل، يفك ويراوغ. وحنا باع الحق ورانا مباراة من أحسن مباريات حياته نتصور. إلياس العاشوري تنقيط 9.4، تقريبا علامة كاملة على 10 اسمه زين. كنا نحكي ديجا في أول حلقة على اللي عمله في الماتش ويستاهل. إلياس سعد 6.1، الحق إلياس سعد ممكن ما كانش متأقلم في المباراة، ممكن تغيير في الأماكن، تغيير في التشكيل التكتيكي وخلاه غير متأقلم في المباراة، لكن إلياس سعد كلنا نعرفه إمكانياته، وإن شاء الله في المباريات الجاية يرجع للمستوى اللي اعتدناه. حازم مستوري تنقيط 6.9. حازم مستوري كان خرج في الشوط الأول بسبب وعكة صحية حسب المدرب، قال داخ. هذا تصريح نشوفه في آخر الحلقة. وتنقيط 6.9 تقريبا، تنقيط جيد جدا. فراس شوات 6.5، الحق فراس شوات كان أداؤه باهت الحق، وشفنا اللي ما عندوش السرعة الكافية مع المهاجمين أو خنديين. محمد علي بن رمضان تنقيط 6.9، الحق محمد علي بن رمضان كنت نقدته في بعض المباريات، لكن اليوم شفنا محمد علي بن رمضان في مستوى آخر جدا، بدأ يسترجع لياقته البدنية، بدأ يسترجع الثقة في روحه، يعدي في مباريات جيدة في المنتخب. حسام تقع 6.4، الحق ما شفناهوش برشا في المباراة، ممكن الوقت شوية، ممكن مخداش برشا كورة. اسماعيل غربي كيف دقيقة 88، هو سيباستيان تونكتي، يعني ما نجموش نقيموهم، ديجا التقييم ما ينجمش يكون على 4-5 دقائق. وهذا كان تقييم المنتخب، وش نخليكم مع فيديو ترابلسي على حازم المستوري. هكاك نكون وصلنا لاخر الحلقه. بقى يصاب على راسه وكان دايخ بين الشوطين، معناتها ما كانش ممكن باش يكمل الماتش، معناتها كنا باش افريك زهقت لي بلاد ميري نسيت، وسط البلدان بيك فرحان والله رافع راسي، فرح العبد زهي البلاد زندرة وش باسي، لغير الدنيا الفراج معاك وين تروحي ديفلاسي.